يقول كان معنا اثنين أنا بسميهم بعطيهم اسماء، محمد وخالد. محمد هذا من أسرة وخالد من أسرة، الاثنين فيهم شبه غريب، متشابهين جدا في الشكل، اللي يشوفهم ولا يعرفهم يقول توأم أو أقرباء جدا. يقول العجيب صارت بينهم ألفة غريبة ومحبة عجيبة. الواحد منهم إذا جاء قبل الثاني يسأل وين فلان، يقول ما شاء الله عليهم. يقول في يوم من الأيام، طبعا قلنا احنا هم اثنين، خالد ومحمد. خالد أهله في الرياض، الأسماء دي من عندك؟ إيه. ومحمد أهله بالطائف. فخالد قال لمحمد أنا طالع إجازة في نهاية الأسبوع ورا ما تجيني للرياض، أنا عازمك بعرفك على جدي وعلى والدي وأخواني. يقول قال أبشر، تم. فعلا طلع خالد إجازته، ثم في نهاية الأسبوع جاه محمد. يوم جاه محمد وضيفه وعرفه على جده وأبوه وأخوانه، الجد يناظره مندهش، أنت وش اسمك؟ قال أنا محمد آل فلان. قال إيه الله يحييك يا مرحبا. جلسوا وانبسطوا وقعد معهم ونام عندهم، وفي نهاية الأسبوع رجع لوين؟ الشغله بالشرقية. الجد مسك خالد وقال له يا ولدي من هو ذا؟ قال هذا زميلي بالعمل. قال اسأله لا رحت، هو جدك فلان ابن فلان؟ قال ابشر. خلصت إجازة خالد ورجع للحرس الوطني الشرقية، وقال لمحمد يا محمد هو جدك فلان ابن فلان؟ قال لي والله جدي فلان. هذا خالد دق على جده بالرياض، يا جد والله يقول لي. قال أجل، خله يكلم جده يسلم عليه ويقول له إني بزوره، إن فلان ابن فلان يبي يزورك. كلمه، قال محمد الله يحييه، كلم جده بالطايف وقال يا جدي ترى صديق لي قال له خالد جده يعرفك وله معرفة قديمة فيك ويبي يزورك بالطايف. قال الله يحييه. جاه يوم تقابلوا يسلم عليه ويتعانقون ويضيفه. يوم جلس عنده قال له يا فلان، قال نعم. قال ما عرفتني؟ قال لا. قال متأكد؟ قال لي. قال قبل 55 سنة جاي أنا حج ومعي زوجتي، وزوجتي حامل، وجينا للطايف وأدركها المخاض عند بيتك ودخلناها، وفزعت لنا أنت ودخلناها عند زوجتك، وولدت عندكم وجابت بنت ثم ماتت، ثم طلبت مني أنك تخلي البنت عندك وأروح أنا حج. ماتت الأم؟ إيه ماتت الأم، وطلبت البنت تقعد عندك وأنا رحت أحج، ورجعت لك أسأل عن بنتي قلت ماتت. استحلفك بالله اللي أنت قاد من عليه، بنتي يوم تقول لي ماتت ماتت؟ قال لا والله ما ماتت. أبا أي والله. تعلقت فيها المرأة. قال يا ابن الحلال وش العلم؟ قال العلم أنا أقول لك، زوجتي كان عندها ولد وولدها مات ودفناه، ويوم انك جبت زوجك وولدت جابت بنتك وماتت، تعلقت زوجتي بالبنت وقالت تعوضني عن الولد. إلى جابوها قل له ماتت بنتك ووره قبر ولدي وبس. البنت هذه كبرت وتزوجت وجابت هالولد محمد اللي رايحين يشتغل مع خالد بالحرس الوطني. طيب وش العلم هالحين؟ قال العلم سلامتك، أنا أتوب إلى الله واستغفره، أنا حصل مني وغلبني الشيطان، والله سبحانه وتعالى أراد أنه يخرج الموضوع ويظهر الموضوع، قدر الله ما شاء فعل. أنا وش تبي مني؟ قال أبي منك الحين ترد الأمور مثل ما كانت، المرأة موجودة عمرها 55 سنة. قال اللي تشوفونه، ويدخل عليها ويسلم عليها يا بنيتي بقول لك شيء والعذر والسموحة. قالت وش؟
وش يا أبوي؟ قال أنا ماني ببوتس. وبوتس شوفه عندي بالمجلس، وترى ما انت من آل فلان، ترى من آل فلان. يقول جاها انهيار عصبي وخذوها المستشفى، وقعدت فترة، ويوم استفاقت ورجعت سبحان الله العلي العظيم. يا جماعة الخير شوفوا الدم، رجعوا عيال الخالة يتشابهون، عيال الخوال، وساقهم الشبه لخروج الحقيقة. إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. هذه يا جماعة الخير حاصلة عام 1426، والرجل اللي يحدثني يقول سمعتها من الرجل اللي كان حاضرها.